ازيكم؟ وحشتوني، واكيد انا كمان وحشتكم. اخر مرة اتكلمنا كان قبل العيد، واتكلمنا عن الهوية الشخصية. نيجي للنقطة اللي بعدها، وهي الهوية العربية للعرب في اوروبا. المرة اللي فاتت قلنا الهوية الشخصية من ضمنها برضو لبسي، شكلي، مظهري، طريقة كلامي، كل الحاجات اللي بتخليني أعرف على إني هذا الشخص. طيب النهاردة بقى الهوية العربية دي اللي هي إيه؟ إحنا عرب لينا هويتنا، منها ديننا، منها لبسنا، منها عاداتنا، منها تقاليدنا، منها في حاجات مفروضة علينا، في حاجات مش مفروضة، في حاجات ممنوعة. كل دي بتأثر على هويتنا، وبالتالي لما نيجي احنا العرب في اوروبا والدول الغربية ونعيش معاهم، هما ليهم ثقافة غيرنا، ليهم تقاليد غيرنا، ليهم طباع غيرنا، ليهم عادات غيرنا، ليهم أديان أو مفيش أديان غيرنا. فبنبص نلاقي إن احنا في صدام بين ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا وهما. وعلى فكرة هما دلوقتي مش عايزيننا خالص، يعني الغرب لما فتح الباب ودخلنا كلنا، هو دلوقتي بيعاني وبيقول لا أنا مش عايز المسلمين بالنسبة له مش كويسين، ومش هما دول السيل أو الهدف بتاعه. ما بقتش الموضوع عنصرية، بقت ضد الدين فقط.